بقينا مستعجلين، بقينا مش بنفهم بعض، مش بنسمع بعض، مش عايزين نتكلم أكتر ما نسمع. فبقت دايما الرأي والرأي الآخر بقت تتحول لخناقة. النهاردة هنتكلم عن الموضوع ده ببساطة. ببساطة احنا بقينا عايشين وسط ضجيج من الأخبار، من المقارنات. السوشيال ميديا كل دقيقة وأقل من دقيقة في أخبار، في مقارنات بتتم. بنلاقي ناس منزلة حاجات، وبقى التيك توك وبقى البراند وان كل واحد يبقى عامل ترند او كده. بقينا نقارن نفسنا، بقينا نحس ان احنا متوترين عايزين نعمل اي حاجة. دي من ضمن الاسباب التوتر في حياتنا. ان احنا ما نسمعش بعض، بقينا بنهاجم اكتر من ان احنا نسمع، بقينا مش بنفهم بعض. مفيش لغة حوار. لغة الحوار ما بيننا تقريبا بقت يانا ينت، ما بقتش انا وانت. مع ان دايما من اسباب النجاح انا وانت وانت وانت. دايما التيم وورك هو اللي بيبقى ناجح، عمر ما حد بيبقى ناجح لوحده. لما ابقى فاهمه اللي قدامي هعرف اتعامل معاه، لكن انا مش فاهمه لاني مش سامعه. لكن لما نسمع بعض اكيد هيبقى فيه حوار، هيبقى فيه لغه تفاهم، مش هيبقى فيه توتر. التوتر بيجي من ايه؟ ان انا ببقى مش فاهم حاجه. انا قاعد بسمع حاجه بس مش عارف الحاجه دي ايه الصح، لاني ما سمعتش. انا عايزه اقول كتير بقينا عايزين نقول راينا من غير ما يكون عندنا الخلفيه الكامله للحاجه. ما بنعملش سيرش، ما بدورش عشان اعرف المعلومه واقدر اقولها، اقدمها صحيحه، اقدمها بفكر واعي، اقدمها يكون عندي مصداقيه وامانه في تقديم المعلومه. بقى اي حد عايز يطلع، عايز يتكلم، مش عايز يسمع حد، عايز يتكلم وبس. فده سبب لنا الضجيج والتوتر. طب نحلها ازاي؟ لازم ناخد لحظه هدوء، لازم ناخد لحظه نفهم بعض. دايما لما هنفهم هنكون اقل كتير توتر، هنكون اهدى، هنكون افضل، هننجح اكتر. هيكون مفيش تداخل في المعلومات، هيبقى في فهم صحيح كتير. هنبقى ذهننا متفتح، واعي كبير. دايما العقل بيكبر مش بالتعليم بس، طبعا التعليم ده اساسي، لكن الخبرات الحياتيه اللي احنا بناخدها من القراءه، من البحث عن المعلومه، البحث عن المعلومه في اماكنها الصحيحه. لان في السوشيال ميديا دلوقتي بقى بيترمى لنا حاجات كتيره كده، معلومات مغلوطه، فتلاقي نفسك سامع المعلومه وعكسها. طب ده اللي صح ولا ده اللي صح؟ سامع الراي والراي الاخر، طب الراي ده انا معاه او مايل ليه، فهيبقى ده افضل. برغم انه ممكن يبقى الراي ده مش صح، لان الجهه او المكان اللي انا باخد منه المعلومه مش هو المكان الصحيح. لازم لما اجي اخد معلومه ادور على مصدرها، المصدر بتاعها موثق موثوق فيه او لا. ده هيخلينا كتير هنبقى اهدى، هنبقى احسن، هنحد من التوتر. الاخبار الكتيره السيئه والحروب والنزاعات، واحيانا بيكون في مبالغه في الخبر، بيخلي الناس فعلا تتوتر. حروب وهنا في دمار، ومصر امنه وامان. لو عندنا المعلومه الصحيحه هتلاقي نفسك قاعد هادي مش قلقان. في زياده الاسعار احيانا بيكون الشائعات بتكون مصدر لغلو الاسعار، بيكون المستفيد منها هو اللي بيعمل ده عشان يخلق التوتر ده، فيبتدي هو يغلي الاسعار، تبقى انت مهيأ لده. لكن التوتر اساسه المعلومه. طب انا عندي المعلومه الصح، لا حضرتك مستفيد من الشائعه دي، يبقى حضرتك انا مش هاخد منك المعلومه، هاخدها من مصدر موثوق منه. لان لما بتغلى بعد كده الحاجه اللي اتعمل عليها الاشاعه، للاسف بنضطر كلنا بندفع الثمن، كلنا بنتوتر، وبيأثر علينا اقتصاديا، وبيأثر علينا وعلى اولادنا وعلى كل حاجه في البلد. فبنبتدي نبقى مضغوطين ومتوترين. لكن لما نستقي المعلومه من الجهه الصحيحه عمرنا ما هنبقى متوترين. بناخد السوشيال ميديا ان هي المرجع لينا. مش دايما السوشيال ميديا بتبقى مرجع لينا. احيانا في طلبه بتاخد معلومه كانها في المنهج،
وهي مش في المنهج اصلا، وهي مش معلومه من المنهج الدراسي، واخدها من السوشيال ميديا، من مدرس مثلا من المدرسين الترند اللي هم عايزين يجذبوا اكتر ليهم اولاد عشان يستفيدوا، فبتلاقيه رمى المعلومه عشان يبقى متميز، بس المعلومه ملهاش اي علاقه بالمنهج او مش صحيحه. فيبتدي الطالب لما يجي يحل، لا ده الاستاذ الفلاني الترند اللي قال المعلومه دي فهو اكيد صح، فيفاجئ انه لا درجته مش زي ما هو متخيل، رغم ان هو جاوب الاجابه اللي هو سمعها. لكن لو رجعنا للمنصه الاعلاميه، للصفحات بتاعت وزاره التربيه والتعليم، لفيديوهات اللي بتنزل عن المواد، الوزاره عامله فعلا مجهود، مش تطبيل للوزاره خالص، لكن فعلا في مجهود مبذول، لكن ما حدش بيستخدمها، فبالتالي مش واضحه للجميع يعني. هتحد من التوتر كتير، هتحس ان انت عارف المعلومه، مستقي المعلومه من مكانها الصحيح، هيفرق كتير. يبقى انا عشان اقلل من التوتر اعمل ايه؟ ادور، ابحث، اخد المعلومه من مكانها الصحيح، هبقى على علم وعلى وعي، هبقى اقل عصبيه وتوتر، اكثر هدوءا. دايما الهدوء بيخلينا نفكر صح، التوتر بيخليك تفكر غلط. ببساطة ببساطة ببساطة. الرحمة في كلامنا، ان احنا لما نيجي نتناقش ما نبقاش قاسيين على بعض، ما نتنمرش، ما نديش كلام يوجع اللي قدامنا وهو ما يستحقش منك انه يتوجع، هو مختلف معاك، بس هو ليه عندك قدر او ملوش، او حد انت ما تعرفوش. لما تكون خليك لين في كلامك هتكسب. هي مش حرب، احنا مش داخلين في حرب، فاديك سيل من الكلام الموجع عشان ابقى انا انتصرت، او انا اللي صح، او انا اللي فاهم وانا اللي عارف. لكن انا ابقى رحيم، بالعكس هتسمعني. لو احنا كنا مش قاسيين في كلامنا وبنعمل كل حاجه بهدوء وبرحمه، اكيد هنفهم بعض، اكيد هنسمع بعض. لكن طول ما انت بتتكلم معايا متنمر، قاسي، مش هسمعك طبيعي. يمكن ده اللي مخلي الاجيال برضو اللي موجوده مش بتسمع الكبار، قاسيين شويه عليهم، زمانهم قاسي عليهم، مش محتاج قسوه مننا، وفي نفس الوقت مش محتاج طبطبه قوي. لازم نعدل الميزان، نبقى رحمة وفي نفس الوقت نسمع، وفي نفس الوقت نوصل وجهة نظرنا عشان نتسمع، عشان نبقى مفهومين. عشان احيانا بتلاقي الاجيال الصغيره دي زي جين زي الموجودين، هم حاسين ان هم مش مفهومين، يعني احنا هم في حته واحنا في حته تانية. ليه؟ ان هو ما حدش بيسمعهم، ما فيش لين في الكلام، في قسوه في الكلام. انت مش فاهم حاجه، احنا اكبر منك، احنا عارفين، احنا سامعين، انت فاشل، انت عملت ايه، ده احنا كنا ايامنا بيحصل مش عارفه ايه واحنا ايه، لكن انت كل حاجه متوفره لك، انت الدنيا معاك سهله، احنا ما كناش بنلاقي ده زمان، انت يعني مرفه، انت ما مش تعبان في حاجه، انت كل حاجه في ايدك. مع ان بالعكس احنا بقى اللي يربي معانا الحاجه اللي في ايدنا، اللي في ايد ولادنا، بقى الموبايل، بقى اصحابه، بقى اراء تانية. لكن انا لما اطبطب على الاجيال، او احنا نطبطب على بعض، مش محتاجه قسوه، الدنيا قاسيه بما فيه الكفايه، نطبطب على بعض عشان نعدي ايامنا، عشان نبقى بكره احلى، عشان نبقى حاسين في مستقبل حلو، احنا مكملين مع بعض. لكن لو احنا قاسيين على بعض مش هنعرف نكمل مع بعض، هنبقى في حرب. لكن احنا في غنى عن حرب، كفايه السوشيال ميديا والاخبار والحروب اللي حوالينا. يا ريت ببساطه نطبطب على بعض، نسمع بعض ببساطة ببساطة ببساطة. وفي الانجيل بيقول لنا الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. وبيقول لنا كمان اللسان اللين يكسر العظم. وفي القرآن الكريم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني الأديان بتدعو للهدوء، بتدعو لأن احنا نكون لساننا حلو، ان احنا نكسب قلوب الناس، ان احنا نكسب بعض باللسان الحلو، بالكلام اللين، بالقلب الحلو. لكن لو انت قلبك كله كره وغل وغضب، على فكرة انت هتعيش تعبان. يعني الإنسان الغلاوي هو تعبان، يصعب عليك. لكن الإنسان اللي قلبه حلو هيبقى عايز يعمل لك كل حاجة حلوة، بيقدم لك الخير، هيبقى سعيد وهو بيقدم الخير. لكن دايما لما يكون في حرب مع حد غليظ القلب ما تقفش قصاده، يكفي عليه غلاظة قلبه، ده تعبه. لكن انت ما تسمعش،
هو مش سامعك، هو عايز يقول اللي هو عايز يقوله. لكن انت خليك امتص الغضب ده لحد الموجة بتعدي. لو الشخص ده عز عليك او المناقشة والحوار مع شخص عزيز عليك، استمر لحد ما يهدى وتقدر تتكلم معاه بالجواب اللين وبالقلب اللين عشان تكسبه. الشخص ده لو مش فارق معاك برضو مفيش داعي ان انت تبقى في حرب معاه، فلما تمشوا تبقوا فاكرين لبعض حاجه كويسه. هو هيبقى فاكرك ان انت ما وقفتش قصاده، ما اتخانقتش، ما عملتش. هيقعد يراجع نفسه ويقول ايه ده، الشخص ده ما ردش عليا، كان هادي، كان في سلام. احنا عايزين نعيش في سلام. كفايه توتر. نبدا نعيش في سلام، نبدا نعيش في هدوء، ناخد الاخبار، نستقي الاخبار الصحيحه. بلاش نشير معلومه مش متاكدين منها، لان دي هتفرق كتير قوي. انت خدت معلومه مش عارف مصدرها او مش عارف صحتها، اكتفي بيها انها وقفت عندك. ببساطة ببساطة ببساطة. في ناس بتصرخ عشان تثبت ان هي موجوده، في ناس بتهاجم عشان تثبت ان هي موجوده، وفي ناس من كتر الضغط هي بتصرخ. فما نحكمش على بعض. احيانا بيكون الاب مضغوط، فظروف الحياه وانه عايز يلبي كل طلبات البيت ويجيب كل طلبات اولاده، ويكون بيته مش محتاج لاي حاجه، فبيبقى مضغوط. فلما يزعق او في البيت يكون الصوت مفيش تفاهم، الصوت عالي، بيكون نتيجه ضغط. لكن احيانا بيكون شخص هو عشان انت تسمعه، عشان يجبرك ان انت تسمعه، هيصرخ ويتكلم، ممكن يتكلم بتهكم، يتكلم بطريقه فيها من الكلام اللاذع عشان تسمع. في الحالتين لو احنا سكتنا اللي قدامنا هيهدى، هنكسب الشخص اللي بيتكلم كده، وهنكسب الاب، وان احنا هو نفسه هيبقى حاسس انه خلاص فرغ الطاقه، فرغ الغضب، وهيبتدي يسمعك. طبعا احنا الجيلين، جيل الاب وجيل الابن، الابن واقع برضه تحت ضغوط وضغوط الحياه، وانه عايز وبيشوف، والسوشيال ميديا بيشوف حاجات كتيره قوي، بيشوف حاجات هو عايزها، عايز فكر مختلف متوسع اكتر، شايف ان هو متفتح، شايف ان هو عارف معلومات اكتر، بس ما عندوش الخبره الحياتيه. هو استقى الخبره بتاعته من الشاشه. الشاشه دايما كنت بقول للناس القريبين مني بلاش نتكلم شات. ليه؟ الشات ما بيبينش التعبيرات. يعني انا ممكن اكون بقول لك جمله قصدي بيها حاجه كويسه، لكن انت هو انت بتتريق عليا، هو انت بتقول كده ليه، هو انت بتعمل كده ليه. لكن لما بتناقش معاك بتفهمني صح. فدايما الكلام من ورا الشاشه مش بيؤدي الى نتيجه كويسه، ممكن يؤدي الى خساره علاقات تكون ليها وقت كبير جدا. يكون الشخص ده تحت ضغط وانا بتكلم معاه، فيبقى خسرته وهو خسرني. طب ليه؟ لو احنا بنتكلم مع بعض نسمع بعض افضل ما نكتب مع بعض. عندي حاجة كويسة أقدر أكتبها ما يكونش ليها أكتر من معنى، هكتبها. الكلام اللي ممكن يكون ليه أكتر من معنى أو يوصل بطريقة يكون تتفهم بمعنى كويس أو معنى وحش، ما اكتبوش. ليه؟ عشان أتجنب إن اللي قدامي يخسرني أو أخسره. الشخص اللي بيتكلم بطريقة فيها غضب وتكبر أو كده، أكيد لما أنت هتتعامل معاه بهدوء هيختلف. لو ما اختلفش ممكن تقطع الكلام، خلاص مش هتكلم تاني. ببساطة ببساطة ببساطة. احيانا بيكون الصمت يتقال انه ضعف. لا، الصمت مش ضعف ولا رضا. احيانا بيكون الصمت احتراما للنفس. انا احترم نفسي فمش هرد، مش هتجرني في معركه احنا الاتنين فيها خسرانين. دايما لما تخش معركه لازم يكون لك هدف. المعركه دي هكسب ايه، هخسر ايه. لا، لو انا مش هحس ان انا كسبان، لا يبقى ما ادخلش في معركه، ما اخليش حد يجرني المعركه احنا الاتنين فيها خسرانين. اسكت الى ان الشخص اللي قدامك يا يكسبك، يا اما لو استمر وحس ان صمتك ده راحه ليه، خلاص اوكي، يبقى انت خلينا في الصمت الممتد، الصمت اللي الى الابد، الصمت اللي خلاص بيخسر الناس بعض. لكن لو اللي قدامك حاسس ان انت صمتك مختلف، اكيد هيحس ان هو عايز يكسبك تاني، يشوف هو غلط فين، يبتدي يراجع نفسه، يبتدي تاني يبقى في لغة حوار. دايما لغة الحوار بتخلينا نفهم بعض، بتخلينا نقرب من بعض. يا ريت كلنا نقرب من بعض، يا ريت كلنا نفهم بعض. ببساطة ببساطة ببساطة. اتمنى ان الموضوع النهارده يكون عجبكم.
لغة حوار مع أول حلقاتنا. احنا هنتكلم في مواضيع كتيرة جدا. اتمنى ان انتوا تقولوا لي رأيكم ايه، وتقولوا لي ايه المواضيع اللي انتوا حابين تتكلموا فيها، والمواضيع اللي انا معرفش فيها هجيب لكم ناس متخصصة فيها تقول رأيها ببساطة، وتقول رأيها بعلم وبموضوعية وبخبرة وبمعرفة ووعي. ان شاء الله هنكون مع بعض في حلقات جاية كتير. كان معكم ميري فايز ببساطة. ببساطة ببساطة ببساطة، بدون طلبات إحاطة وبدون ختام وزارة، حنقولك إيه العبارة وكل ده ببساطة. مهما الإنسان بيعاني من موقف لا إنساني، حتلاقي الحل معانا ببساطة مع ميري. ببساطة 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 مع ميري، ببساطة مع ميري.